في عصر كانت فيه دول العالم تخوض حروبا إعلامية بعيدا عن الباقي. في أقصى الخرائط نجد دولتين على خلاف مع بعضهم البعض، أوستانيا في الشرق وستاليس في الغرب. رئيس دولة أوستانيا كان يخطط لإشعال فتيل الحرب. أطلقت أوستاليس عملية ستريكس، أنا مش عارف إيه الأسامي الغريبة دي بس قشطة يعني، وده عن طريق أكتر جاسوس خطير المتنكر الأفضل على مر التاريخ، والاسم الرمزي هو الشفق، والأم هي الموظفة التي تعمل في مجلس المدينة يور فروجر. وأهم بقى قطعة في العيلة دي كلها آنيا، وأهم عنصر في العناصر يا صديقي هو الكلب العراف قادر على رؤية المستقبل. المهم بقى بنروح لآنيا اللي بتكون قاعدة بتاكل في الآيس كريم، ولقيت بيقول لها بالراحة يا بنتي هتتعبي كده اهو، وهي بتقول له لا 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 الحلاوة دي حاجة تانية. بعد كده لويد بيدي بصة كده على الكشك اللي جنبه او ينادي على انيا ويور وبيقول لهم تعالى ناكل حاجة من المكان ده، شكل الاكل اللي بيقدموه جامد. هو بيطلع انه بيتكلم بالطريقة دي يا صديقي علشان عنده شك ان ممكن يكون حاليا مراقب. بعد ما انيا بقى خلصت الايس كريم والتفاح بتشوف البالونات وبتقول انا انيا وعايزة واحدة، انا عايزة واحدة يعني عندي واحدة، وبتنطلق ورا البلالين. ولكن مرة واحدة بوند بيقف. انيا بتقرأ افكاره وبتعرف ان في كارثة هتحصل في الحديقة، وكل دون عشان الجرافة الكبيرة. انيا حرفيا بتترعب من اللي هي شافته. بعدها بقى بتفعل قدرتها على كل اللي موجودين، بتسمع كلام تافه وكلام مهم، ولكن هي بتحاول تركز عشان تكتشف مين هو الشخص ده. وفجأة بتسمع شخص بيفكر بمنتهى السوداوية. انيا بعد ما بتسمع افكاره بتكون مش متأكدة هل هو فعلا الشخص ولا شخص تاني، وهي بتظلمه. وسط ما هي بتفكر بيخش عليها لويد وبيقول لها ايه يا انيا ما عدتش عايزه البلالين؟ انيا بتكون عايزه تجري وراها عشان تنقذ الناس، بس في نفس الوقت لو عملت كده هيشكوا فيها، فهي مش عارفه تعمل ايه. تقول فكري يا انيا فكري يا انيا. ساعتها بتقول لهم انيا عايزه ترجع للبيت. الاتنين بيكونوا مستغربين، ده احنا لسه واصلين يا بنتي. ولويد بيبدا يشك فيها، بيقول كانت بتجري في المكان كله وهي فرحانه. في عز ما هو بيشك فيها هي بتفضل ساكته وبتقول لهم انا عايزه ارجع للبيت علشان اذاكر، عشان احصل على كتير من نجوم ستيلا. وهما الاتنين بيكونوا مستغربين من كلامها. طبعا الاتنين بينبسطوا جدا بكلامها دون. بيقول انها فرصة كويسة جدا انها عايزة تذاكر من نفسها، عشان كده بيقول يلا بينا خلاص طالما انيا عايزة تروح يبقى نروح. انيا بتقول في نفسها ايوه بقى انيا عبقرية. وهم في طريقهم في البيت انيا بتكون بتبص على كل مكان لويد بيقول لها في ايه، وهي على طول بتقول ان المدرسين قالوا لها هتتعلم كتير من معالم المدينة. لويد بيقول مظبوط، هو ده المتوقع من مدرسين آدن. هو بيقول لها لو في حاجة محيراكي اسألينا. وهم ماشيين انيا بتاخد بالها ايوه هو ده المكان، هو ده البتاع، الراجل ركب دبابة. ساعتها لويد بيقول لها في ايه، فهي بتبص له بتقول له مش عمال البناء بياخدوا راحة في ايام الراحة؟ فبيقول لها ايوه اكيد يا بنتي اكيد لازم يرتاحوا. بتقول له طب ايه ده؟ بيبصوا بيلاقي راجل شغال حتى في يوم اجازته، وبيركز في ملامحه فبيلاحظ ان في هالات سودة تحت عينيه، وده معناه ان في حاجه موتراه. وكمان بيبدا يحلل حرفيا لويد كل حاجه، من بشرته من شكله لاسلوب شغله لكل حاجه حرفيا. واكتر حاجه ملحوظه ان الراجل بيشتغل بشكل عنيف، واي غلط ولو صغير منه او حتى من حد معدي ممكن يتسبب في كارثه. وفجاه الراجل بيطلع من الونش وبيقع، العصفوره بتشخ عليه وانتوا بكرامه يعني، وهنا بينفجر من الغضب، بيصرخ بيتجنن وبيجري على الونش بيركبه وهو مش طايق نفسه، وبيفضل يكسر ويهدم، والمرة دي بشكل عنيف لأبعد الحدود. ساعتها لويد بيقول فعلا تحليلي ورأيي كان صح، بيطلب منهم انهم يفضلوا هنا هاديين وهو هيشوف هيعملوا ايه. الراجل بيكون هايج جدا 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 حرفيا، ولويد مش عارف يعمل ايه. بيفكر ما ممكن الراجل دون يهجم على حد، طب ارميه بحجر في دقنه وافقده الوعي، طب اعمل ايه، ما ممكن ما اصيبوش. في نفس الوقت بيلاحظ واحد تاني على طول بيركبه سلكين يا باشا وبيشغله، وهنشهد معركة ضد اتنين في وش بعض. لويد بيقول له اقف، ولكن ده بيقول له غور من طريقي. ساعتها لويد بيهجم عليه والراجل التاني بيهجمه، وتحس كده يا صديقي انهم افاعي بيهجموا على بعض. واني على الناحية التانية بتقول ابويا بيخوض معركة دبابات. ايوه قاتل. ساعتها يور
بتلاحظ ان المبنى على مشك السكوت، وفي راجل عجوز بيعدي من الطريق. ساعتها بتشيل انيا وبتركبها على ظهر بوندو وبتطلب من بوندو انه يهرب من هنا، وهي هتنطلق لمساعدة العجوز. فعلا بتنقذه، والمشهد بيكون بطولي من حماية الاب وانقاذ الام. في نفس الوقت بقى لويد بيكون لسه مع الراجل ده، بيحاول بكل ما عنده حرفيا عشان يهزمه، وفجأة بيبدأ يعمل اعاصير غريبة جدا تحتيه، وبسبب اللي عمله دون الطوب بيتنطر في كل مكان وبيكسر الازاز وبيشبره حرفيا، فالراجل مش عارف يعمل ايه. وساعتها لويد بيقدر انه اخيرا يوقعه من عليه. انيا بتبص البولند وبتقول له انيا والدها انقذت العالم مرة تانية. لا طبعا امال، بس بالهواء يا صديق. أني ساعتها بتشوف بالونة وبتفتكر انها كانت عايزة تستمتع بالبلالين، ولكن هي اللي قالتها تروح تذاكر، وفعلا بتشوف وهي قاعدة بتذاكر ومش طايقة نفسها حرفيا. ساعتها بتبص له يا صديقي، وبتقول له أني عايزة تتفرج على انمي. بيقول لها بلا انمي بلا مانجا بلا بطيخ، احنا ورانا شغل، ذاكري يا حبيبتي. وساعتها بقى يا معلم يربي تقول للانيا ذاكري كويس عشان انا دلوقتي بحضر لك الاكل يا حبيبتي، وبصي هتاكل الاكل ما اكلتيش زيه. وبوند وانيا لما بتسمع الكلام ده بينصدموا، خصوصا الكلب. وانيا بتقول لها لسه منقذه العالم، انا عملت ايه عشان اكل القرف ده؟ الكلب بيكون مرعوب حرفيا. المهم بنسيبهم وبنطلع على المخابرات. واحده بتقول سيرغي اوستوسكي، أحد المدراء في اللجنة الاقتصادية التي تقوم بتجميع سياسات التجارة في الشرق، إنه عضو سابق في قسم الإمدادات والتموين، وهو مناهض للغرب حتى النخاع. وبسبب تقييده غير القانوني لصادرات الفراولة في الغرب بقت كميتها محدودة وسعرها ضرب في السما حرفيا. بعد ما بتخلص كلامها بتسلم ورق لواحدة شكلها غريب جدا، وتحس كده يا صديقي ان فيها شبه من يور او فيها شبه من لويد او فيها شبه من الاتنين يعني. المهم بتقبل المهمة وبتستعد ليها. وساعتها بقى وتاني يوم بتطلع على لويد، بتطلب منه انه يزور لها رخصة دولية، وهو بيكون مستغرب جدا من كلامها. بيقول لها انا معرفش بصراحة، بس هشوف لك شخص ممكن هو اللي يعرف. بتقول له انت واثق فيه؟ قبل ما تكمل كلامها بيكون قايل لها لا 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 ما تقلقيش، الشخص ده موثوق جدا يعني. بتقول له شكرا جدا ليك، وبتعتذر له على انها بتعطله، وواضح يا صديقي انها واقعة في الحب. وساعتها لويد بيقول لها طالما ده هيساعد على تحقيق السلام بين الشرق والغرب فأنا على استعداد لأي حاجة. هي بتمشي وبتقول أقسم أنني سأحقق السلام ليس لأجل الشرق أو حتى للغرب، ولكن من أجلك يا لويد. هي قالت له الشفقة صديقي، بس نقول لويد. بتوصل للمكان اللي لويد قال لها عليه وبتكون متوترة جدا. وساعتها يا صديقي بتمسك القلم وبتخبطه في الباب عشان يكهرب الدنيا. بتدخل وبتقول ايه الفخ العبيط ده، ولكن في ثواني تتوالى عليها الضربات، الافخاخ في كل مكان، ولكن دي وحش يا صديقي. وبعدها تقف قدام باب يقول لها ما الذي يملك 4 أقدام في الصباح و2 في الظهر و3 في المساء. وانا يا صديقي احب اقول له من مكاني دون ان دون ودي يا صديقي بما تسمى احلام العصر. والفكره يا صديقي ان البت ايه جامده يعني، ما بيهمهاش تعمل كل ده ولا في لحظه توتر. بتخش بمنتهى البراعه وبتوصل وما بتلاقيش حد، ولكن على طول المسدس في دماغها، والشخص ده بيقول لها لقد وصلت بهذه السرعه. وهي حتى من غير ما تبص له ولا حتى يفرق لها الحوار بتقول له انت فرانكلين؟ بيقول لها اذا انت تعرفيني؟ بتقول له كونيتشوا او كومباوا. لا فعنيك نوتشوا بقى وكومباوا، اكتب لنا في التعليقات. بتقول انا في شغل بيني وبينك عايزاه. ساعتها بينزل المسدس وبيقول لها حلو انت بقى واحده من صحابه. ساعتها بيقول لها ايوه بما ان انا اللي هساعدك فاستعدي، بما انك مزه وانا معاملتي مع المزز معامله خاصه. ساعتها بتسيبه وبتمشي. تقول له شكلي جيت للراجل الغلط. بيقول لها استني بقى انتوا ما بتفهموش ولا بتفهموا في الهزار. بعدها بيقعدوا مع بعض وهي بتقول له انا مش محتاجه توقيعك انت، انا محتاجه توقيع موظف حكومي. بيقول لها انت كده يعني عايزه وثيقه مزيفه مش كده؟ بتقول له بالظبط. بيقول لها خلصانه هاتي بس الورق انت ومالكيش دعوه. ساعتها بقى بيقول لها على كده بقى ايه الاكل اللي انت بتحبيه؟ ايه هو فيلمك المفضل؟ بتحبي تتفرجي على انمي ولا لا؟ ايه نوع الشخصيه اللي انت بتحبيها؟ وبينزل على بس اسئله غريبه كده صديقي. فهي بتقول له انت مالك؟ فبيقول لها لا عشان اوصل المعلومات دي للشخص اللي هيساعدك. فبتقول له ما تحشرش نفسك فيها انت، خليك براها.
انا اللي هكلمه بنفسي. هو بقى بيقول لها خلاص يا حبيبتي مش هتعرفي تقابليه لوحدك وبيريح. اما دي على طول بتشد من دراعه بتقول له يلا بينا يلا مفيش وقت. وبالليل بقى فعلا بيكونوا متجهين للشخص ده وهم ماشيين بيقول لها يعني هنخش من غير تنكر، بتقول انا مش هتنكر. بيقول لها ما ينفعش. هو بيكون متهيأ انها هتضطر تغير في شكلها فبيقنعها المعلم بكده وقال ده يا صديقي من خلال الشفق. لما شكلهم بيتغير يا صديقي بيكون غريب فشخ بس قشطه. وهي بتقول له لو طلعت يالا بتكذب عليا الطلاق لا هفشخ. يا معلش يا صديقي على الطلاق بس انا قلتها مكانها يعني. هو فعلا بيكونوا داخلين فالبوتوجارد بيقول لهم انا اسف ولكن ما تقدروش تدخلوا الا لو معاكوا دعوه للمكان. ففرانكي بيقول له ايه يا اسطى انت مش عارفني ولا ايه؟ وبينزل النضاره فبيقول له يا اسطى اعرفك ازاي باللي انت عامله في نفسك وبالجامده اللي جنبك دي. هو مش محتاج بقى اقول لك يا صديقي فرانكي بقى بيزيد ازاي بقى البت دي اللي كل اصدقاء على انها بقى الحب والمب والجو ساعتها البت بتمسكه من دراعه وبتاخده على جنب بتهزق اللي خلفوه. انت بتعمل ايه ياض؟ بتقول له خلي بالك اللي انا على شعره وقتلك انت وكل اللي في المكان ده. المهم بعد ما بيطلعوا بيشوفوا الشخص المستهدف بينزل عليه فرانكي وبيقول له عامل ايه يا صاحبي ما شفتكش من زمان. ولسه بقى يعني هيلطف الدنيا ويمرر الكلام. قامت الدبش اللي جنبه قالت انا معايا مهمه ليك. فبيقول لها مهمه ايه؟ بتقول له مش هقول لك اي حاجه غير لما توافق على انك تمسك المهمه. بيقول لها قشطه اتكلمي. فبترمي له ورقه وبتقول له هو ده اللي محتاجه منك خلال 5 ايام. بيقول لها 5 ايام. فبياخد بعضه وبيمشي وبيقول المبلغ زباله والوقت ازبل. انا جاي هنا بس كده عشان صاحبي مش اكتر بجامله يعني لكن شكلي ضيعت وقتي. يلا باي من غير سلام. بعد ما بيطلع بيمشي وراه لسه فرانك هيكلمه بيقول له اخرس. ساعتها البت دي بتقول له في 2 ماشيين ورانا وهم اول ما بيشوفهم بيتوتر جدا. ساعتها بياخد بعضه وبيجري عشان يهرب منهم ولكن اول ما بيعدي الشارع بيلاقي واحد في وشه. الراجل كان على وشك انه يديله بالبنيه ولكن تدي لمين ياض انت عبيط. بت بتديله في وشه وبتاخده وبتطلع تجري. الراجل بيقول لها انت عبيطه ولا ايه؟ فبتقول لها ما ساعدتكش ولا حاجه هم كده شافوني وانا معاك فجمعونا. هو بتقول له لو عايزني اساعدك فمشي زبونك الجديد دون ووافق على شغل معاك. وساعتها واحد بيكون ماسك سكينه وعلى وشك انه يخلص عليه لكن دي بتتصدى ليه وبتمسكه برجلها وبتشقلبه حرفيا وبتمسك السكينه. الراجل بيكون مش عايز يوافق الاسعار قليله اللي بيحصل ده مش كويس. وفي وسط ما هو متوتر واحد بيضرب نار على البيت. فرانك بمنتهى الرجوله بينقذها. طبعا هي ولا في شكرا وما بتعرفش البت دي الكلام ده فبتزوق تقول له ابعد عني ياض وبيكملوا جري بعدها. المهم في وسط الجري فرانكي بينزلهم تحت في المجاري بيكملوا طريقهم باقصى سرعه. المهم بقى وتاني يوم فرانكي بيرجع لحياته الممله بيكون قاعد ومخنوق فبتخش عليه البيت بيتصدم انها موجوده وبيقول لها عايزه ايه يا كئيبه. فبتقول له انت تعرف ناس تقدر تساعدني في الشغلانه؟ فبيقول لها يعني ايه؟ فبتقول له زي ما سمعت عندك صحابي يساعدوني. بيقول لها على الحال ده انا هتخسرني كل صحابي. بتبدأ الأحداث ببداية يوم دراسي جديد والجو العام في المدرسة مشحون بالتوتر. الأستاذ هندرسون مدير السكن وراعي الأناقة الأول في المجرة واقف بيدي خطبة الصباح المعتادة بنبرته المسرحية عن الكسل والتأخير في تسليم الواجبات بعد الإجازة. وطبعا أنيا المسكينة اللي لسه ذكريات المذاكرة المريرة مطبوعة في دماغها بتحس إن كل كلمة في الخطبة دي موجهة ليها هي شخصيا لدرجة إنها بتبص حواليها تتأكد هو محدش تاني سامع الكلام ده ولا إيه. وكأن الأستاذ هندرسون بيقرأ أفكارها هو كمان. لكن رعب المذاكرة ده كان مجرد تسخين للكابوس الحقيقي اللي كان مستنيهم في اليوم ده. الفصل كله بيتحول لخلية نحل والكل بيجري في كل اتجاه كأن نهاية العالم وصلت. داميان وأصحابه بيحاولوا يهدوا نفسهم وبيتراهنوا مين أول واحد هيطرد من الفصل السنة دي. لكن فجأة بيظهر 2 من الطلاب الكبار وهم بيخططوا يتخانقوا مع طلاب تانيين. لكن قبل ما يكملوا جملتهم بتظهر قدامهم سيدة عجوز شكلها مرعب وفي لمح البصر تديهم صاعقتين تونتيروس عشان سوء سلوكهم وإلا أناقتهم. دي كانت أول ضحية لعودة الأسطورة المرعبة دون شلاك. الأستاذ هندرسون بيشوفها من بعيد وبيسلم عليها وبنلاحظ من طريقة كلامهم إنهم زي القطبين المتقابلين. هو بتاع الأناقة والتفاصيل وهي بتاعة الانضباط المطلق والقوة الغاشمة. حتى الأستاذ هندرسون نفسه ملك الأناقة بيحاول يتعامل معاها بحذر شديد. بتبدأ السيدة شلاك جولتها المرعبة في أروقة المدرسة والإشاعات بتزيد إنها ناوية تعمل حملة تفتيش مفاجئة على كل الطلاب. حالة من الذعر بتسيطر على المدرسة كأن في وحش أسطوري هربان والخوف ده بيوصل لآذان
تحديدا أونيا وداميان واصحابهم. الخوف بيوصل لذروته لما بيشوفوا بيل طالب المتفوق بيجري وبيقع على وشه من الرعب وهو بيصرخ وبيقول لهم اهربوا قبل فوات الاوان. الكل بيتصدم من منظره لكن مفيش وقت للهرب. فجأة وبدون سابق انذار بتظهر السيدة شلاج قدامهم زي الشبح، بتقف بصلابة وبتقول بصوت حاد صف واحد من فضلكم، سأقوم الآن بتفتيش متعلقاتكم. وهنا بيبدأ مهرجان التونتيروس المرعب. بتبدأ السيدة شلاج التفتيش والضحايا بيتساقطوا واحد ورا التاني لأسباب عبثية لدرجة الكوميديا. طالب بيلاقوا معاه كيس شيبسي بتقوله الأكل ممنوع في المدرسة تونتيروس. طالبة معاها كوتشينة تونتيروس. طالب تالت بيتفتش وما بيطلعش معاه أي حاجة غلط. طالب بيرد إنه مش معاه فبتاخد نظرة انتصار وبتقوله تونتيروس. الكل مصدوم، معقولة عقاب قاسي زي ده عشان منديل؟ وهنا السيدة شلاج بتنفجر فيهم وبتحكي لهم قصة درامية حزينة عشان تبرر قسوتها. تحكي عن طالب متفوق أسطوري كان على بعد خطوة واحدة بس من إنه يبقى باحث إمبراطوري، لكن في يوم من الأيام نسي المنديل بتاعه بعد ما غسل إيده في الحمام وبكل بساطة مسحها في بنطلونه. لكن زمايله شافوه واتريقوا عليه وقالوا له يا أبوه بنطلون مبلول وافتكروه عملها على نفسه. الكلمة دي يا صديقي كانت زي الرصاصة اللي دمرت نفسيته. من يومها ومستواه نزل في الأرض وبدأ يعمل مشاكل ورا بعضها لحد ما انطرد من المدرسة. حياته اتدهورت، انضم لجماعات المقاومة وفي الآخر اتقبض عليه من الشرطة السرية ومحدش يعرف هو عايش ولا ميت. السيدة شلاج بتحكي القصة دي والدموع في عينيها وبتختمها بجملة مأساوية خالدة: من يضحك على المنديل يبكي بسبب المنديل، حكمة لا تقدر بثمن. بعد الخطبة الدرامية دي الكل بيبدأ يدور على مناديله كأنه بيدور على طوق نجاة في سفينة بتغرق. وهنا بتحصل الكارثة الحقيقية. داميان ديزموند ابن أغنى وأهم راجل في الدولة، رمز الكبرياء والغرور، بيكتشف إنه ناسي المنديل بتاعه. الرعب بيتجسد على وشه مش بس عشان التونتيروس لكن عشان الرهان الأهبل اللي أصحابه تراهنوه. لو داميان خد تونتيروس واحد بس هما الثلاثة هيضطروا يجروا حوالين المدرسة بالملابس الداخلية، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فعلا يا داميان كبرياءه ومستقبله السياسي كله على وشك الانهيار بسبب حتة قماش. وفي وسط حالة اليأس دي وبينما داميان بيستعد لمواجهة مصيره المظلم فجأة بتظهر أنيا كأنها ملاك رحمة نازل من السماء. هي طبعا قرأت كل أفكار داميان وعرفت ورطته الكبيرة وشافت إن دي فرصة ذهبية لا تعوض عشان الخطة بتنجح وتقرب منه. بكل هدوء وثقة بتقدم له المنديل بتاعها اللي عليه حرف آ متطرز. داميان بيتصدم مش مصدق إن النجد هتجيله من الشخص اللي المفروض إنه بيكرهه. أنيا وهي بتقلد حركات أبوها لويد الاحترافية بترد عليه بابتسامة غامضة وبتقول له لا تخف، أنا دائما أحمل منديلين تحسبا لمثل هذه المواقف. أنيا بتطبق أساليب الجاسوسية اللي بتتعلمها بالملاحظة في سياق طفولي كوميدي بحت وكأنها بتقول له أنا جاسوسة محترفة زيك بالظبط وعندي خطط بديلة دايما. داميان بياخد المنديل على مضضه وهو حاسس بالجميل لأول مرة ناحيتها، وأنيا من جواها بتحلم إن أبو داميان هيشكرها على إنقاذ ابنه وبكده هينتهي الصراع ويعم السلام العالمي. لكن طبعا لأن لا شيء يسير كما هو مخطط له في هذا الأنمي. السيدة شلاج بتوصل عند داميان وبتاخد منه المنديل وبتلاحظ إن عليه حرف آي. بتسأله بتاع مين ده وداميان بيرد بسرعة وبيقول إن ده حرف الآ اللي في اسم داميان. السيدة شلاج بتعديها وبتقول له إيطالي. وأخيرا بيجي الدور على المنقذة بطلة الموقف أونيا فورجر. بتقف بكل ثقة عشان تتفتش وهي متأكدة إن معاها منديلها تاني وإنها في أمان. بتفتح شنطتها لكن الصدمة المنديل التاني مش موجود وكل اللي بتلاقيه هو حبة أكل من أكل الكلب بوند كانت واقعة في الشنطة. وش أنيا بيتحول لألوان الطيف والسيدة شلاج بترفع صاعقة التونتيروس في وشها وهي على وشك إنها تديها العقاب المستحق. وداميان واقف مصدوم من الموقف ومش مصدق إن البنت اللي لسه منقذاه هي اللي هتقع في نفس الفخ اللي خرجته منه. في اللحظة دي بتحصل حاجة أغرب من الخيال. داميان ابن عيلة ديزموند المتكبر اللي ما بيشوفش حد غير نفسه بيحس لأول مرة بوخز ضمير. بيحس إنه مدين لأنيا وإن ما ينفعش يسيبها تقع في ورطة بسببه. عقله بيبدأ يصارع نفسه، كرامته وغروره في كفة وإحساسه بالواجب في الكفة تانية. بيحاول يبرر لنفسه إنه لو خد التونتيروس أبوه مش هيبص له تاني وإن الخطة بيه اللي أنيا مهووسة بيها هي كمان في خطر. كل دي كانت مجرد أعذار عشان يهرب من الموقف، لكن في الآخر شهامته بتنتصر. في اللحظة اللي السيدة شلاج كانت هتنطق فيها كلمة تونتيروس داميان بيتدخل وبيقول لها استني. بيحاول يشرح لها إن أنيا كانت بتحاول تساعده وإن المنديل ده كان بتاعه هو وهي نسيته في شنطتها بالغلط. طبعا هو بيتلخبط في الكلام ومش عارف يجمع كدبة عدلة لكن نيته كانت واضحة. هو بيحاول يشيل الليلة مكانها لكن أنيا بعقلها البريء وتفكيرها الغريب بتفهم الموضوع بشكل مختلف تماما. بتقرأ أفكار السيدة شلاج وبتعرف إنها لو سكتت هما الاتنين هياخدوا عقاب مضاعف بتهمة الكذب والتواطؤ. فبتقرر إنها تضحي بنفسها عشان تنقذ داميان وتنقذ الخطة به. بكل شجاعة أنيا بتقاطع داميان وبتقول له إنه مش محتاج يدافع عنها وبتعترف للسيدة شلاج إن المنديل بتاعها هي وإنها كانت بتحاول تتفاخر قدام زمايلها بإنها عاطفة وكريمة وبتبدأ تمثل إنها بتعيط عشان تكسب تعاطفها. داميان بيتصدم من رد فعلها وبيزعق لها وبيقول لها إنه بيحاول يشكرها لكن أنيا بترد عليه بجملة غريبة: أنيا ما عملتلكش كيكة. طبعا محدش فاهم هي بتقول إيه لكن أنيا كانت بترد على تفكير داميان الداخلي اللي كان بيقول مش عارف أعيش وأنا مدين ليكي. هي فهمت مدين بمعنى دين أو قرض
ردت عليه رد اقتصادي بحت. داميان بيتجنن من غبائها وبيقول لها اخرسي يا غبيه. الموقف الكوميدي ده بيحصل في وسط كارثه، وبيوريك قد ايه التفاهم بين الاتنين دول مهمه مستحيله. في النهايه انيا بتعلن بفخر انها خسرت المعركه لكنها هتكسب الحرب، وبترجع البيت وهي لابسه على صدرها اول صاعقه تونتيروس. في الكلام اللي انيا بتعلن بفخر انها تونتيروس تاريخها. اول ما بتدخل البيت لويد ويور بيشوفوا علامه البرق على صدرها، والصدمه بتصيبهم هما الاتنين. لويد بيتجمد مكانه وبيتحول لتمثال من الصدمه، كأن كل مجهوده في الشهور اللي فاتت اترمى في الارض. بيشوف شريط حياته بيعدي قدامه، 7 نجوم ستيلا متبقيه، 6 تونتيروس على الطرد. الخطه اتقدمت قليلا، كل اماله في نجاح عمليه سيتريكس كانت بتنهار قدام عينيه بسبب غلطه طفوليه. وهنا المشهد بيتحول تماما، بنسيب حاضر عائله فورجر الكوميدي وبنرجع بالزمن لورا لذكريات طفل صغير كان عايش في مدينه هاديه، طفل محدش يعرف اسمه الحقيقي لكن اصحابه كانوا بينادوه بلقب المستشار. الطفل ده يا صديقي هو لويد فورجر. في طفولته بنرجع لمدينه لوين في غرب ويستاليس قبل ما الحرب تدمر كل حاجه. بنشوف لويد وهو طفل صغير بيلعب مع اصحابه لعبه الحرب في مخزن مهجور حولوه لقاعده سريه. لويد من صغره وهو قائد بالفطره، بيخطط وبينفذ هجمات استراتيجيه على جيش أوستانيا اللي هم اصحابه التانيين. اسلحتهم كانت مجرد مسدسات خشبيه واربطه مطاطيه، لكن حماسهم كان حقيقي كانهم في معركه حقيقيه. بنشوف لمحات من شخصيه الشفق المستقبليه وهو بيستخدم ذكائه عشان ينتصر، حتى لو ده معناه انه يضحي باحد جنوده كطعم. اللعبه بتخلص بانتصار فريق وستاليس كالعاده، وبنشوف براءه الاطفال وهم بيحتفلوا وبيخططوا للمغامره الجايه. لكن عالم الطفوله البريء ده كان محاط بعالم الكبار المليان بالتوتر والكراهيه. بنسمع نشرات الاخبار في الخلفيه وهي بتتكلم عن مظاهرات واحتجاجات ضد أوستانيا، وبنشوف ازاي الدعايه السياسيه كانت بتزرع في عقول الناس ان الاعداء في الشرق شياطين بقرون وبياكلوا لحم البشر. الاجواء دي كانت بتاثر على الاطفال نفسهم، لكن براءتهم كانت اقوى. بنشوف لود الطفل وهو بيشتري كروكيت من ست عجوزه في محل صغير، بيسالها ببراءه هو احنا فعلا هنحارب؟ والست بترد عليه بحكمه وبتقول له ان الحروب دي حاجه غبيه، وان ولاد عمها عايشين في الشرق. وبتساله هل انا شكلي قريبه الشياطين؟ لود بيرد عليها شويه فبتهزر معاه وبتقول له انها فعلا شيطانه وبتعمل الكروكيت من لحم البشر. الحوار البسيط ده بيوضح قد ايه الدعايه كانت بتسيطر على العقول، لكن في نفس الوقت بيورينا ان الناس العاديين في كل مكان هم مجرد بشر. بنرجع لبيت لويد وبنشوف علاقته المعقده مع ابوه كان راجل حاد الطباع، بيرفض تماما فكره ان ابنه يلعب لعبه الجنود دي، بيشوفها مجرد تضييع وقت وبيجبره انه يركز في المذاكره. بيحصل بينهم حوار مشحون، لود بيقول له انه عايز يبقى جندي عشان يهزم اشرار الشرق، وابوه بينفجر فيه وبيقول له هل شفت بعينك أوستاني بيعمل حاجه وحشه؟ هل اتكلمت معاهم عشان تعرف هم ايه؟ الاب كان بيحاول يحمي ابنه من وهم الحرب، لكن طريقته القاسيه كانت بتخلق فجوه بينهم. بنعرف ان لويد كذب على ابوه وخد منه مصروف عشان يشتري مسدس لعبه جديد، وفي اللحظه الاخيره ما قدرش يطلب منه انه ياخده معاه المهرجان وحس بالذنب. اليوم ده زي ما بيقول لويد الاكل كان ملهوش اي طعم، الحياه بتستمر والاطفال بيرجعوا لقاعدتهم السريه عشان يلعبوا تاني. لويد بيوصل وهو معاه مسدسه الجديد والكل بيفرح بيه، لكن فجاه وهم بيستعدوا لبدء معركه جديده بيسمعوا صوت صفارات الانذار بتضرب في كل مكان. الراديو بيعلن خبر صادم، جيش أوستانيا عبر الحدود وبدأ الهجوم. في ثواني لعبة الحرب بتتحول لحقيقة مرعبة، بنشوف انفجارات ضخمة بتهز المدينة من بعيد والسما بتمطر قنابل. الأطفال واقفين في حالة صدمة ورعب مش فاهمين ايه اللي بيحصل. لود بيقف في وسط الشارع بيبص على الدخان والنار اللي طالعة من بيوت جيرانه، ووشه بيتحول من براءة طفل لرعب رجل شاف نهاية العالم. القنابل بتقرب أكتر وأكتر، وفي لحظة مرعبة بنشوف انفجار ضخم بيحصل قدامه والأنقاض بتطير في كل اتجاه، والصادم أكتر طوبة من الأنقاض دي بتطير وبتخبط في وشه في مشهد محزن جدا. وهنا لويد بيكون فاقد للوعي بلا أي حراك.